تخيل تفتح برنامج الفوتوشوب وتديله صورة ليك وتقول له مثلا يا سيدي عدل لي على السماء في الصورة دي وخلي السماء مثلا يعني كأنها وقت غروب، وكمان شيل لي الناس الكتيرة اللي في الصورة دي وخلي لي فقط الاتنين اللي موجودين في المقدمة، وتعدل كمان على شوية حاجات في الصورة. والبرنامج ينفذ ده بكل سهولة وبدون حتى ما انت تعمل خطوات كتير او حتى تحرك الماوس وحاجات كتيرة جدا. خلاص ما بقاش في ادوات معقدة ولا خطوات كتير زي الاول. لو انت مثلا حابب انك تعملها بتروح تشوف كورسات على اليوتيوب او مثلا بتشوف فيديوهات على اليوتيوب عشان تقدر تعمل التأثير اللي في دماغك. دلوقتي انت بتكلم ذكاء اصطناعي داخل برنامج الفوتوشوب وهو بينفذ لك كل حاجة بالظبط، نفس فكرة جوجل جيميناي او شات جي بي تي، بس هي الاقرب من جيميناي اللي هي بتاعت نانو بنانا. وده مش خيال علمي على فكرة، ده بالفعل اللي ادوبي اعلنت عنه في مؤتمر اللي هو ادوبي ماكس 2025، واللي هو يعتبر كان من يومين او 3 ايام. والصراحة المؤتمر ده بالنسبة لي انا شايف ان هو حاجة خرافة بالفعل في الحاجات اللي هم اعلنوا عنها، لانها نقول ان احنا ممكن قلبت موازين التصميم والمونتاج، وهنشوف حاجات بالفعل هتغير شكل التصميم والمونتاج في المستقبل. والكلمة السحرية لكل ده وهي الذكاء الاصطناعي المساعد، او اللي هي اسمها باللغة الانجليزية انجنتك اي اي. خلينا يا صديقي نبدأ بالعقل المدبر لكل ده او لكل الهلومة اللي حصلت دي كلها، وهو فايرفلاي ايمج موديل 5. ده يا سيدي الاصدار الاحدث من محرك الذكاء الاصطناعي يعني بتاع فوتوشوب او بتاع ادوبي اللي احنا اتكلمنا قبل كده بالفعل عنه لو تفتكر في فيديو يعني قديم. بس ده ما بقاش بس بيعمل صور او مثلا بيعمل الحاجات البسيطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها واللي بقى بالفعل يعني احنا نسيناه اساسا بسبب الحاجات الكتيره اللي ظهرت. لا ده بقى مرعب حرفيا، بيطلع صور بدقه 4K بحقه حقيقي وتفاصيل واقعيه بشكل مرعب، وفاهم الكلام يعني اللي احنا بنكتبه باي لغه منها اللغه العربيه بشكل احسن بكتير. يعني الاول ما كانش بيفهم الكلام باللغه العربيه بشكل مظبوط، لا دلوقتي بقى بيفهم بالظبط كانه زي جوجل. يعني انت تقدر تديله الوصف وهو بيحاول يوصل لاقرب حاجه في خيالك لانه بقى بيفهم اللغه بشكل احسن. وخلينا نختصر الكلمه بدل ما اقول مثلا فايرفلاي ايمج موديل 5، لا خلينا نقول مثلا فايرفلاي 5 على طول عشان، او فايرفلاي، او نقول 5 عشان بس ايه الكلمه طويله. ده يا سيدي بقى هو الاساس اللي اتبنى عليه اقوى تحديث في تاريخ الفوتوشوب. البرنامج بقى جواه مساعد يعني ذكاء اصطناعي شات بوت بروجكت مونولايت على ما اظن اسمه كده، بروجكت مونولايت. انت حرفيا بتفتح الشات بانل الخاص اللي هو البروجكت مونولايت ده وتكتب اللي انت عايزه باي لغه عاميه افتراضا اللغه العاميه المصريه. يعني مثلا بدل ما تقعد تعمل سيلكشن وماسكات عشان تقدر تغير مثلا لون السماء في الصوره اللي انت اديتها له وانا قلت لك عليها في البدايه، لا هتكتب له بكل سهوله كده في الشات اللي جنبك خلي السماء لونها برتقالي زي الغروب، وهو هيفهم انك يعني ان انت عايز بالفعل انك تغير السماء بس يعني من غير ما تعدل على اي حاجه تانية، وهيغيرها بالظبط بالاداء والاضاءه والالوان وكل حاجه اللي انت عايزها. وهي دي اسمها الميزه اسمها تقريبا البروميت تو اديت او التعديل بالاوامر، زي بالظبط اللي موجوده على نانو بنانا اللي انت بتقدر تستخدمها من داخل ويسك الخاص بجوجل اللي انا وريتها لكم قبل كده. انت تخش عندك على ويسك تقدر تصمم الصوره اللي انت عايزها وباستخدام الاوامر اللي هو برومبت تو اديت بتقدر ان انت تكتب اللي انت عايزه وتغير في الصوره، هو بيفهم وتغير في الصوره. نفس بالظبط فكره نانو بنانا، بس ده بقى تبع فوتوشوب، وبالتالي ما دام تبع فوتوشوب واساسا هو مخصص للتصميم فاكيد هنشوف عظمه يعني. ولو عندك صوره قديمه او مقصوصه يعني وفيها بيكسلز او حاجه يعني معنى ادق الصوره مش واضحه، دلوقتي يعني الفوتوشوب جاب ميزه اسمها جنريتيف اب سكيل بالتعاون مع شركه توباز لابس. يعني وشركه توباز دي اللي انا اتكلمت عنها قبل كده في فيديو فات، وتقريبا انا كنت مش من الاوائل بس كنت من الناس اللي في البدايات اللي اتكلموا عن البرنامج ده وعرفوه بيكم في الوطن العربي، لانه بالفعل برنامج مميز وقوي جدا، وانا شخصيا بستخدمه يوميا في شغل. ان انا بحول الصوره بجوده ضعيفه مبكسله بخليها بجوده بالفعل افضل واحسن بكتير جدا، وهيرفع لك جوده الصوره لحد 4K وكمان 8K. وده بالفعل توباز اللي بيعمله مش فقط في الصور لا كمان في الفيديوهات، بس انا بتكلم دلوقتي على الصور فقط باستخدام الفوتوشوب. وهيزود كمان يعني تفاصيل حقيقيه ما كانتش موجوده اصلا في الصوره لانها بتكون مبكسله، فهو بيضيف لك تفاصيل عشان يخلي لك صوره اكثر واقعيه. اما الميزه اللي هتوفر ساعات شغل كبيره جدا على المصممين فهي ميزه الهرمونايز، اتمنى اكون نطقت الاسم صح يعني. ودي بقى فكرتها انك مثلا لما تاخد شخص وتقصه من الصوره مثلا يعني
في صوره انت مثلا تقص الشخص ده من الصوره وحابب ان انت تغيره الخلفيه او تحط خلفيه تانية، دايما بيبقى شكلها ملزوق، يعني كأن الصوره بالفعل يعني مقصوصه او الشخص اللي في الصوره ده مقصوص وانت حاطه كده كخلفيه، بيبقى شكلها بالفعل كأنها صوره مقصوصه وملزوقه كده في الصوره لزق، فاهمني؟ عشان بقى الاضاءه والالوان والكلام ده كله ما بتلاقيش الابعاد اللي في الصوره بالفعل والكلام ده كله، ان انت بتحس ان الصوره دي واقعيه ومندمجه بالفعل مع الخلفيه. الميزه دي بقى بتظبط الالوان والاضاءه الخاصه بالشخص اللي انت هتحطه على الصوره او الخلفيه عشان يندمج مع الخلفيه كانه يعني كانه بالفعل هو متصور فيها. فهي بالفعل ميزه كويسه جدا للناس اللي ما عندهاش خبره الدمج، فدي حاجه بالفعل كويسه. نيجي بقى يا سيدي لبتوع الفيديو والمونتاج والبريمير برو اللي هو احنا. يعني ادوبي السنه دي قررت تعمل حاجه وتحل مشكله، تمام؟ صناع المحتوى كانوا بيواجهوها، وخاصه بتوع اليوتيوب. انا بصراحه ما كنتش بواجهها بامانه كون ان انا مش شغال في الشورت، بس يعني هم قرروا ان هم يعملوا الحاجه دي، وهي صراحه حاجه كويسه جدا لان ده برضه هيشجعني ان انا اشتغل فيها، وهو حوار الشورتس. اول حاجه عملوا شراكه رسميه مع اليوتيوب، بقى في قسم جديد جوه برنامج ادوبي بريمير وكمان على الموبايل اسمه Create for YouTube Shorts. ده بيديك قوالب وتأثيرات وانتقالات جاهزة معمولة مخصوص للشورتس. والأجمد من كده كمان ان لو انت جوه برنامج اليوتيوب نفسه او تطبيق اليوتيوب نفسه على تليفونك وبتتفرج على الشورت مثلا، هتلاقي فيه زرار كده اسمه Edit in Adobe Premiere، هتدوس عليه هياخدك على طول على Adobe Premiere، تقدر تعدل على الفيديو بأدوات احترافية وترجع تنشرها على طول تاني على قناتك. ودي حاجة هتوفر وقت رهيب جدا. يعني تخيل مثلا انا صنعت فيديو وحابب اني احوله لشورت، فاقدر اعمل كده على طول بوقت رهيب وبسرعه رهيبه جدا، مش هياخد مني وقت جبار زي ما انا كنت بعمل الاول، لان انا ما بشتغلش شورت الصراحه، بس فعلا عايز اشتغل شورت، بس الموضوع حاسس ان هو بياخد مني وقت شويه. والصوت طبعا في ناس تقول عبد اللطيف طيب والصوت؟ ادوبي نزلت اداتين هيغيروا يعني اللعبه تماما وهيغيروا شكل مفهوم الميوزك داخل الفيديوهات. طبعا انا ما بحبش اتكلم عن نقطه الموسيقى والكلام ده كله لان الصراحه هم حرام، ومش حابب بقى نقاشات كتير عن هي حرام انتهى الموضوع، تمام؟ بس في اداه نزلوها اسمها جنريت ساوند تراك او صنع الساوند تراك، تمام؟ دي بتعمل لك مزيكا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بتقول له عايز مزيكا حماسيه بيقدر يعمل لك مزيكا حماسيه، عايز مزيكا دراميه بيعمل لك اغنيه الضوء الشارد، عايز اغنيه هاديه هيعمل لك حرفيا سلومو يعني من الموسيقى دي موسيقى هاديه. يعني بيقدر يعمل تراك كامل حرفيا تقدر تحطه داخل الفيديو بتاعك، وكل ده باستخدام الاي اي. والاهم من كل ده انه بدون حقوق ملكيه، يعني تقدر تصنع موسيقى وتحطها على طول من غير بقى ما تفكر والله ده في حقوق ملكيه ولا لا والكلام ده كله. بس انا بقول تاني انا بذكر بس الاداه بس ما بقولش استخدمها، لان الاغاني والموسيقى مش الاغاني الموسيقى حرام. اما عن الاداه اللي وراها على طول بقى وهي اسمها جنريت سبيس، دي عشان تعمل تعليق صوتي او فويس اوفر داخل الفيديو بشكل مباشر. بتكتب الكلام اللي انت عايزه وهو بيحوله لصوت واقعي بلغات كتيره جدا منها اللغه العربيه كمان. وكمان تقدر تتحكم بنبره صوت اذا كان مثلا يعني نبره صوت اللي انت حابب ان انت تركبها في الفيديو بتاعك دي او الفويس اوفر، فرحان، زعلان، او مثلا متضايق، قرفان، مخنوق كده يعني. وده بالتعاون مع شركة 11 لابس، لان طبعا 11 لابس بقت معروفة بدرجة نقاء الصوت اللي بيعملوه، صوت واقعي بدرجة مخيفة. فهم بالفعل عملوا تعاون مع 11 لابس وبالفعل هيدمجوها داخل ادوبي بريمير. جوه بقى بريمير نفسه او جوه ادوبي بريمير برو نفسه في وحش اسمه AI اوبجكت ماسك. ده بيعمل ماسك اوتوماتيك لاي حاجه بتتحرك في الفيديو، وبالفعل انا ده كنت محتاجه، والله كنت محتاجه، لان انا كنت عشان اقدر اعمل حاجه زي كده كنت بروح عندي للافتر افكت، والافتر افكت اصلا تقيل ومقرف، فدلوقتي ضافوه عندك جوه ادوبي بريمير. ده بيعمل يا سيدي بقى فكرته ايه؟ ان هو الاي اي اوبجكت ماسك ده بيعمل ماسك اوتوماتيك او بيحدد او بيعمل سيلكت اوتوماتيك على الشخص اللي هو في الفيديو. افتراضا انا بيحدد عليا عشان اقدر ان انا بقى اخلي الخلفيه اللي ورايا دي مثلا يعني تكون مزغلله اكتر، تكون فيها نويز، اخلي مثلا الكلام يطلع من ورايا والكلام ده كله، اغير الخلفيه، اغير حاجات من ورايا، اضيف حاجات بالاي اي، اطلع حاجات بالاي اي. فحرفيا بيقدر يعمل حاجات كتيره جدا باستخدام اللي هو الاي اي اوبجكت ماسك ده اللي هو عمله. فحرفيا عشان اقدر اعمل يعني الحوارات دي كلها كنت بروح عندي على الافتر افكت، واللي شغالين افتر افكت عارفين قد ايه هو مقرف وتقيل عندك على الجهاز، وبص بياخد الرامات بيشربها بشفاطه، والله ده جبار فاهمني. ده كروم يعني ما بيجيش جنبه حاجه في سفاح رمات ابن اللذينه. فبالفعل كان تقيل جدا على اي جهاز. خلصنا بقى يا سيدي من فوتوشوب وبريمير، نروح بقى لبتوع الافراح.
مصورين الافراح. تمام. طيب برضو ادوبي ما نسيتش اللايت روم بتوع المصورين، خدوا ميزه جباره جدا اسمها assisting calling. يعني باختصار شديد الميزه دي لو انت مثلا رحت فرح اخدت 1000 صوره 300,000 صوره، انت بمجرد ما انت بتروح عندك على ال يعني الجهاز الكمبيوتر بتاعك وتحط كارت الميموري، يعني ده لو قرا يعني قلبك هيقع. انت طبعا بتشوف يا رب الصور تكون موجوده، ما تكونش مركب الغطا، وكمان يكون كارت الميموري قرا الصور، فاهمني؟ لان ممكن يتحرق وانت راجع في الطريق، فده بيبقى بيوقع قلب حد حرفيا بيصور افراح. فمثلا انت عندك كميه صور رهيبه، انت بقى طبعا مش هتقعد ان انت تختار صوره وتشوف صوره من ال1000 2000 صوره اللي انت صورتهم انهي صوره ينفع ان انا اخدها واعدلها والكلام ده كله. لا، الاي اي بقى اللي عملتها لك ادوبي اللي هو الاسيستنج كولينج ده باختصار شديد بيفلتر الصور باستخدام الاي اي، بيطلع لك احسن لقطات بناء على الفوكس والوضوح والوشوش وزاويه التصوير والكلام ده كله. انت بتبقى قاعد برنس، بتحط كارت الميموري، بتشغل الاي اي وتروح تعمل لك كوبايه شاي عشان تيجي بقى تاخد الايه اللي هم نزلوا لك بقى من الفلتره دي وتشتغل عليهم. ولو حبيت تعمل مراجعه سريعه كده يعني وراه وتشوف هل في حاجه انساها كده، بتعمل مراجعه سريعه، بس هيوفر عليك وقت جبار بمعنى الكلمه لو انت بالفعل شغال في التصوير. وحتى برنامج ادوبي اكسبريس تمام اللي احنا عارفينه بتاع السوشيال ميديا واللي ناس كتير جدا بتستخدمه وانا برضو بستخدمه وكلنا عارفينه، يعني بقى جواه كمان مساعد ذكي اللي هو مساعد ذكاء اصطناعي، بتكتب له اعمل لي تصميم لاعلان مثلا عن منتج جديد بالوان صيفيه الوان شتويه كده الحاجات دي، يعني هو بيقترح عليك بقى التصميمات دي كامله تعدل عليها. ودي بالفعل احنا شفناها في حاجات كتيره، بس طبعا ادوبي احتمال يحط فيها اختلاف شويه، يعني انا مش شايف انها حاجه جباره قوي، احنا ممكن اقدر اعمل ده، بس يعني في برامج كتيره بيعملوا الحاجات دي، بس يعني ادوبي ممكن تكون مميزه شويه. بس عموما الخلاصه الصراحه ان ادوبي ماكس 2025 او المؤتمر اللي هم اعلنوا عنه المميزات دي كلها يعني غير مفهوم برامج التصميم والمونتاج، والموضوع بالفعل اصبح سهل. يعني انت مش محتاج ان انت تروح لاماكن خارجيه عشان تقدر تعمل الشيء، لا انت بتقدر تعمل كل شيء من جوه البرنامج. وطبعا مع الوقت هيتحسن اكتر واكتر واكتر. فعلا الاي اي بقى داخل في حياتنا بشكل رهيب جدا وما ينفعش ان احنا نستغنى عنه، خلاص ده بقى الاساس. فده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. وطبعا ده كل ده هينزل في التحديثات الجايه ان شاء الله بتاعه الفوتوشوب، وانا نفسي اوريها لكم بس ما عنديش حساب مدفوع الصراحه. بفكر اجيب حساب مدفوع والله على الفوتوشوب، لان بجد يعني عايز اخصص كده شروحات يعني، بس صراحه اسعارهم غبيه قوي بالنسبه لي. كنت عامل حساب مدرسين مش طلاب، لا مدرسين، بس للاسف فجاه ادوبي لقيتهم رفعوا السعر للسعر العادي، فوقفت اشتراك معاهم الصراحه، فبقيت بستخدم بقى الايه البدائل يعني. بس انا نفسي ارجع لادوبي تاني والله، حقيقي كانوا بيوفروا عليا كتير جدا بس اسعارهم غبيه جدا. عموما اشوفكم على خير بقى باذن الله في فيديو جديد، وما تنساش تعمل لايك اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.